ازاي تحول شكل الويندوز من كده لكده او كده او كده. والشرح هيكون بسيط جدا جدا، كل اللي عليك تعمله بس انك تركز معايا في الخطوات اللي انا هقولها لك عشان تطلع بافضل نتيجة ممكنة. لان انا في الفيديو دوت هعلمك 3 حاجات هيحولوا شكل الويندوز اللي عندك للشكل الويندوز الاحترافي ده. جهز نفسك معايا يلا عشان هعلمك ال3 حاجات دلوقتي. طب ايه هما ال3 حاجات اللي المفروض نتعلمهم؟ اول حاجة ازاي نقدر نعمل الخلفية المتحركة الاسطورية دي. طيب تاني حاجة هنتعلمها ازاي نقدر نعمل الشريط اللي فيه التطبيقات اللي تحت دوت شكل اسطوري افضل من شكل الشريط الويندوز العادي. وزي ما انتم شايفين التطبيقات فيها انيميشن حلوة وتقدر تخصصها بالحاجة اللي انت عاوزها. طيب ونيجي معانا بقى لاخر حاجة هنتعلمها ازاي نقدر نجيب شكل الساعة الاسطورية ديت. والساعة ديت طبعا نقدر نخصصها زي ما احنا عايزين من القائمة دي. فعاوزك تركز معايا عشان نقدر نعمل ال3 حاجات ديت ونظبطهم بالشكل الاحترافي اللي انتوا شايفينه ده. واول حاجه هنعملها زي ما اتفقنا هنتعلم ازاي نجيب الخلفيات المتحركه. اول حاجه لازم تكون عندك تطبيق ستيم. تطبيق ستيم دوت لازم يكون عندك لان احنا هنحمل منه التطبيق ده. طب لو تطبيق ستيم مش عندك هتيجي معاه عند جوجل كروم وتضغط على ستيم، هتدخل عند الموقع الاصلي وتكتب انستول ستيم، بعدها هتثبته وهيفتح معاك ستيم. بعد ما يفتح معاك ستيم هتدخل عليه زي كده وتحط حسابك وهتنزل برنامج لايف والبيبر. وبعد ما تنزل البرنامج هتفتحه معايا بالطريقه دي. طبعا تطبيق يفتح زي كده وهتلاقي بقى كل الخلفيات اللي انت تتمناها. عندك في خلفيات هنا متحركة، خلفيات AI، خلفيات طبيعة، كل الخلفيات اللي انت تتمناها. طيب لو انت عاوز خلفيات اكتر من كده هتيجي عند الورك شوب تضغط عليها زي كده، هيطلع لك بقى خلفيات انمي 4K وخلفيات كتيرة برضو حلوة. طيب عندكم هنا مثلا خلفية مدرة، عندكم هنا خلفيات بحر، كل الخلفيات اللي انتوا هتحبوها او اللي انتوا عايزينها. مثلا اللي بيحبوا العربيات هتلاقي خلفيات حلوة، اللي بيحبوا اتاك اون تايتن، يعني البرنامج مش هتحتاجوا اكتر منه. طب لو انتوا بقى عاوزين تبحثوا عن خلفية معينة هتيجي هنا عند البحث وتبحث عن اي خلفية انت عاوزها. طيب في اعدادات يا شباب لازم نعملها عشان الخلفية تشتغل معانا بالسلاسة دي. هتيجي هنا عند الاعدادات دي وهتطفي كل الخيارات دي. لما تطفي كل الخيارات دي هتلاقي الخلفيه معاك شغاله بكل السلاسه دي. والحاجه التانية المفروض نعملها يا شباب ان احنا نخلي الخلفيه مستحوذه على الشاشه كلها. طب هنعمل كده ازاي؟ اول حاجه المفروض ان احنا نخفي التطبيقات دي كلها. طب هنخفيها ازاي؟ هتيجي معانا عند كليك يمين، هتروح عند العرض وتعمل اظهار الايقونات دي تلغيها. طيب تاني حاجه عايزين نلغيها الشريط المهم اللي تحت دوت عشان احنا هنعمل افضل منه. هتقوم جاي هنا عند كليك يمين في المكان دوت بالظبط، اعدادات شريط المهام، هتدخل معايا عند السلوكيات وبعدها هتفعل الخيار دوت. كده الشريط اختفى معانا زي ما انتم شايفين والخلفيه بقت مستحوذه على الشاشه كلها. طيب بعد ما عملنا الخطوتين دول هنيجي للحاجه اللي المفروض نعملها بعد كده ونحط شريط المهام الخاص باجهزه ابل او جهاز الماك او اس. طيب هنعمل ايه بقى؟ هتيجي هنا معايا وتفتح لي جوجل كروم وتبحث لي عن تطبيق نكسس داك. هتدخل معايا عند اول موقع وتاكد ان هو الموقع الاصلي زي كده، وهتنزل معانا عند داونلود وتنزل البرنامج وتثبته. طيب بعد ما تثبت البرنامج هتيجي تفتحه معايا زي كده. اول ما تفتح البرنامج هيكون شكله عامل زي كده بالظبط، بس مش هيكون نفس الانيميشن ونفس التحريك ونفس التطبيقات. طيب ازاي اضيف التطبيقات للقائمه دي؟ طبعا التطبيقات مش هتكون مضافه زي كده. طب ازاي تضيف بقى؟ هندوب هنا جاي عند العرض، اظهار الايقونات. طيب انا مثلا دلوقتي عاوز اضيف اللعبه دي، اهو مسحبها زي كده وحاططها عندي هنا في النص. كده اللعبه انضافت بالشكل الاسطوري ده. وبعد ما تضيف اللعبة تخفي طبعا التطبيقات عشان تخلي الشاشة مستحوذة على الخلفية كلها. طيب ازاي بقى نظبط الانيميشن بتاعت التطبيقات والحركة دي؟ هتيجي معايا هنا عند البتاعة دي تضغط عليها ضغطة واحدة. بعد ما يفتح لك القائمة دي هتيجي معايا هنا عند التأثيرات، هتعملها هنا اول واحدة تكبير، تاني واحدة قفز، تالت واحدة ماء، رابع واحدة حرق. نفذ الحاجات ديت وهتلاقي الانيميشن نفس الانيميشن ده بالظبط. طيب ازاي بقى اعدلها؟ بتحرك كده بس، حركة يمين حركة شمال، خلاص الموضوع اتعدل. طب هتيجي بقى بعدها تعليمات عشان تخلي النظام عامل زي كده بالظبط. هتدور معايا هنا عند حاجة اسمها ماك او اس. بعد ما تدور على ماك او اس هتختارها وتعمل اعدادات التلوين. لو انت عاوز تلونها براحتك، مش عايز تلونها سيبها زي ما هي بالظبط. طيب هنا عندي الشريط شكله شفاف. ازاي بقى نعمله شكله شفاف؟ هتيجي معايا هنا عند المظهر، وبعد ما يفتح معاك قائمة المظهر هتيجي معايا عند إرسال الشفافية وهتخلي الشفافية 100 وهتخلي ديت 0%، وأهم حاجة تدوس موافق، بعدها تطبيق، وبعدها تقفل البرنامج وهتلاقي الشكل معاك أسطوري زي كده. طيب ناقصنا آخر حاجة واللي هي الساعة. الساعة ديت هتخلي شكل الخلفية أسطورية بأمانة. طيب هتعمل إيه بقى عشان تجيبها؟ هتيجي معايا عند جوجل، هتفتح وتكتب الاسم دوت، هيظهر معاك الرابط ده. ادخل على الرابط دوت واعمل داونلود، وبعد ما يتثبت معاك وينزل ثبته واعمل له انستول، وبعدها اقفل البرنامج على طول ما تفتحوش. هتقوم عامل ايه بقى؟ هتقوم هنا قافل التاب دي
وباحث معايا على الاسم ده Visual Skin. هتدخل معايا على أول رابط وهتلاقي هنا عندك الساعة ظهرت. طب لما الساعة تظهر نعمل ايه بقى؟ تقوم داخل معايا كده عند الساعة، نقفل الإعلان دوت، هتنزل معايا عند داونلود تحمل الساعة. طب بعد ما تحمل الساعة هتروح تثبتها. بعد ما تتثبت معانا هتقوم جاي بقى عند الشريط اللي تحت دوت، ضغط هنا، هتلاقي ديت اتفتحت معاك، هتضغط عليها ضغطتين زي كده، هتلاقي هنا ظهر لك الفولدر ده، هتضغط على الفولدر ده وبعدها كلوك، وبعدها هنا ضغطة كمان ضغطة، وكده الساعة تكون ظهرت معانا. تقدر بقى تحركها زي كده في المكان اللي انت عاوزه. ولو ضغطت عليها ضغطتين تقدر هنا بقى تحددها، تخليها 12 ساعة او 24 ساعة زي ما انتم شايفين فوق هنا 12 ساعة. طبعا عشان الساعة 11 فالتاريخ متغيرش. طيب هنا تقدر تعملها بالسيليزيوم او درجة الحرارة التانية، ومن هنا تقدر تحدد اللغة، ومن هنا طبعا تقدر تحدد اللون. مثلا لو عايز تعملها كده تعمل زي كده اللون بيتغير معاك، بس تعملها كده اللون بيرجع تاني طبيعي وبس. وبتقفل القايمة زي كده وبس، وبتجيب كده الساعة وتحطها في مكان مناسب، يكون في نص الشاشة كده، يكون مكان مناسب. مثلا دلوقتي لو انت طفيت البي سي وجيت تفتحه تاني، هل الحاجات دي هعملها تاني؟ لا، اطمن، الحاجات دي كلها بتتعمل مرة واحدة بس. اول ما تيجي تفتح البي سي هتلاقي دي ظهرت معاك لوحدها، وهتلاقي الخلفية ظهرت معاك لوحدها، وهتلاقي التاسك بار دوت ظهر معاك لوحده. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اهم حاجة لو الفيديو عجبك والشرح عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتدعيلي دعوة من قلبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.